شفيق كان رايح يوصل دليفري أكل لساندي، وفجأة لقى نفسه على القمر لأن بيت الشجرة بتاعها اتحول لصاروخ انطلق في الفضاء. أول ما طاروا الجاذبية اختفت، وشفيق حس بخفة وزن مش طبيعية. بس المشاكل ما خلصتش، وكان لازم يعدوا على 3 مناطق صعبة عشان يوصلوا. المنطقة الأولى كانت برد قارس، وشفيق اتجمد تماماً وبقى حتة تلج، فسبونج بوب عمل راجل تلج جوه الصاروخ. بعدها دخلوا منطقة الحرارة الحارقة، فرجل التلج ساح في ثواني وإيد ساندي اتلسعت من الآلات. وفي الآخر وصلوا لمنطقة الإشعاع العالي، وساندي أمرت الكل يستخبى تحت بطاطين رصاص. شفيق صرخ: يا خبر أبيض، أنا بمر بمرحلة الكبر تاني. أخيراً هبطوا بسلام على القمر. شفيق افتكر نفسه رجع قاع الهامور ونزل فوراً، بس شاف الأرض من بعيد واستوعب إنه على القمر، والجاذبية القوية طبقته وخلته زي الكورة فوقع في حفرة. في نفس الوقت ساندي خرجت أصحابها وبدأت توزع المهام. بيرل بتقيس الجاذبية، وسبونج بوب بيدور على حياة ذكية. شفيق خرج من الحفرة وقفل مدخلها تماماً، وهو مبسوط إن سبونج بوب بعيد عنه بأكتر من 238 ألف ميل، وقال: هنا أنا سيد المكان. سبونج بوب مشي وراء أثار الأقدام ولقى أوردر الدليفري الضايع وفيه سلطع برجر. ساندي شافته واكتشفت إن وقت الغدا جه، فطلبت من سبونج بوب يرجع الصاروخ يجيب الأكل. شفيق في الجانب البعيد من القمر حس براحة غريبة وقال: يا ترى ممكن أكون مبسوط؟ بس سبونج بوب لخبط بين الأزرار وداس على زرار الإطلاق. الصاروخ طار وسحب الهلب وراه، بس السلسلة علقت في فوهة قمرية. ساندي تسلقت السلسلة بسرعة ووقفت المركبة، بس القمر كانت شد بره مداره الطبيعي، وبسبب كده منسوب البحر على الأرض قل جدا، وسكان قاع الهامور بقوا يمشوا محتارين. الأسوأ إن وقود الصاروخ خلص. فجأة شفيق ظهر وهو بيطير، ووراه بابا نويل اللي عايش في الجانب البعيد وصحي من النوم متضايق. بيرل اقترحت يستعملوا قوة دفعة جوية عشان يرجعوا القمر، فسبونج بوب شربهم صودا عشان يتكرعوا، بس الفكرة فشلت. بعدها بنوا شراع عملاق بس مفيش هوا. بابا نويل بدأ يتريق عليهم، فساندي حذرته بجدية عشان يطلع أدواته. سبونج بوب أخذ الأدوات بسرعة، وفجأة نطت لعبة علبة المفاجآت بقوة وضغط غير متوقع، فتتت القمر وقسمته لقطع، وبقى قاع الهامور على وشك الضياع. هنا سبونج بوب جات له فكرة عبقرية، استخدم مسدس مية ونفخ جسمه لحد ما بقى هو القمر الجديد بسلام.